السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب كلكم تبقوا بخير وانتوا بتشوفوني النهاردة. اهلا وسهلا بكل متابعيني على القناة. النهاردة هنعمل محشي الكرنب الصيفي. اول حاجة معانا وهي ان احنا بنقطع الراس والورق الزيادة، بشيله وبرميه خالص، اللي هو بيبقى الطبقات الخارجية للكرنبة. كرنب الصيفي طبعا مختلف عن كرنب الشتاء. الكرنب الصيفي بتبقى ورقته رقيقة عن كرنب الشتاء. ورقة الشتاء بتبقى تخينة وعريضة وبتستحمل السليق. كرنب الصيف لا، ما بيستحملش السليق خالص. خدت الكرنبايه طبعا غسلتها وفصصتها، خليت الورق كله منفصل عن بعضه. لازم طبعا يتغسل عشان لو في اي حشرات، وطبعا من الرش المبيدات ومن التراب. جبت حلة على البوتاجاز وفيها مية وحطيت فيها الكرنب. انا فصصته ورق كده متفرق عن بعضه، وقسمت الكرنبايه على 2. هحط نص اول دور يتسلق، وتاني دور هحطه لوحده. اول ما المية تبدأ تغلي هبدأ اشيل الكرنب من المية. كرنب الصيف ما بيستحملش خالص سليق، نخلي بالنا لا ينهري منكم. هشيله من الميه واسيبه يتصفى. حتى لو حسيت ان هو ما استواش او العروق بتاعته لسه جامده، البخار الميه اللي هيطلع من الكرنب هيسويه. لو عايزين توقفوا عمليه اللي هي التسخين بتاعه الكرنب، هنجيب ميه متلجه وهنحط ورق الكرنب فيه، او ممكن نغسله بميه جاريه من الحنفيه عشان نوقف عمليه سلق الكرنب. هحط الدور التاني من الكرنب ويا دوب هياخد غلوه واحده وهبدا اشيله. نخلي بالنا ان هو بيبقى ورقته خفيفه، ورقته رقيقه، ما بيبقاش تخين وعريض كده زي بتاع الشتاء. لا، بيبقى كرنب صغير، بس طعمه جميل. هو في يعني طعمه جميل بصراحه، بتاع الصيف او بتاع الشتاء ما اختلفش كتير. هي فكرته بس ان هو بيبقى مدور شويه وصغير، وكمان ما بيستحملش السليق. نخلي بالنا لا ينهري مننا وتضيع علينا الكرنباي. دي اهم حاجه في المحشي الكرنب. وطبعا معانا الميه سخنه، فاول ما ياخد غلوه واحده بس هشيله برضو نفس التاني. واما نحطه في مصفى او على صينيه، وحتى لو هياخد من البخار اللي هو استوى فيه. كل المحاشي جميلة في الصيف، سواء الكرنب او البتنجان او ورق العنب او الفلفل. انواع كتير من البتنجان، عندنا بتنجان الابيض والبتنجان الاسود والبتنجان المخدد والفلفل، وكمان الكرنب والورق العنب اللي احنا مفرزينه. كل حاجة جميلة في الصيف. بس طبعا احلاهم واشهرهم محشي الكرنب، من الحاجات الحلوة قوي، سواء في العزومات او في الاكلات. برضو جميل وطعمه جميل في اي وقت بصراحة. كان رائع جدا. هصفي كل الكرنب من المية، وطبعا هاخد المية ديت ارميها، مش عايزاها في اي حاجة. هنعمل بعد كده الصلصة. طلعت كيس صلصة من الفريزر، ودي صلصة هعملها ني في ني. عايزين تقللها خلاص هتحطوا الزيت، وبعدين هتحطوا البصل تحمروها، وبعدين هتحطوا الصلصة. انا بقى هعملها ني في ني عشان في الصيف بتبقى الحاجة حامية كده والجو حر، وساعات بتعمل حمو على الصدر. فجبت كيس صلصة من الفريزر وحطيته في الحل على طول لحد ما فك واستوى شوية، وبعدين هخرط عليه بصلة تستوي في قلب الصلصة. ني في ني طبعا بيبقى اخف وصحة اكتر، وكمان طعمه حلو. بس ما فيش طبعا احلى من اللي هي التقلية اللي بنعملها. هحط بقى كمون، هحط كزبرة ناشفة. دي دايما معايا الحاجتين دول، الكزبرة والكمون اساسي في كل المحاشي معايا.
في حاجات بتختلف بقى من محشي لمحشي. هحط ملح، هنحط فلفل اسود مجروش، هحط بابريكا، وده فلفل اسود. ويا سلام بقى لو الفلفل الاسود لسه طحنينه حالا مجروش كده لسه جديد، بيبقى حلو جدا وطعمه جميل في محشي الكرنب. ديت خضره مشكله، كزبره وشبت وبقدونس. طبعا في محشي الكرنب بيحبوا الكزبره اكتر والشبت، بس هي التشكيله طبعا بتبقى احسن. يعني التشكيله كويسه، بس ممكن عايزين تزودوا في الكزبره او في الشبت بيبقى حلو. هقلب كله مع بعضه. الخضره على الصلصه عايزاها تدبل طبعا من غير ما تنزل ميتها عشان ما تبقاش هايشه كده، ويخلي الرز مش مفلفل. الطريقه دي بتخلي الرز مفلفل. هحط كمان 7 بهارات، رشه من ال7 بهارات، وهنحط الزيت بتاعنا في الاخر خالص، ونقلب كل الصلصه مع بعض. غسلت بقى حوالي ربع كيلو من الرز، وزودته على الصلصة، واقلب كل المكونات مع بعض. طبعا الرز بنحطه والرز بنحطه بعد ما نكون طافين على الصلصة، واقلب كله مع بعض. الخضرة بحطها اخر حاجة على الطماطم، وبطفي. يعني انا بحطها واطفي بحيث ان هي تدبل، الهشام بتاعها ده يدبل وحجمها يقل من غير ما تنزل اي ميه. وبقلب كله مع بعضه. هندخل بقى على الورق، بنقطع العرق، وبخلي الورق بس بنقطعه، وبعدين برجع ارصه. انا عرفت ازاي ان الكرنبايه ديت هتاخد مثلا يعني هي خدت حوالي 350 جرام رز. هقول لكم، انا بعد ما قطعت الورق كده برصه في الطبق صفة عالية كده، لحد ما ايه خلاص ان الورقة هتقع او الصفة هتقع. يبقى كده احنا ما بنزودش. الصفة دي بتاخد حفان رز، حفان اللي هو بايديا الاتنين كده. لو بايديا الاتنين كده بعمل حفان بايدي ده ربع كيلو. الحفان ده عبارة عن ربع كيلو من الرز، او لو بتعايروا بكوباية، عندكم كوباية بتعايروا بها ربع كيلو. لو ما ربع كيلو عندنا ميزان هنوزن ربع كيلو، ما عندناش يبقى هو الحفان بايدينا كده، ان احنا بايدينا كده بنشيل بها الرز ده حوالي ربع كيلو. فانا برص الرصة كده واشوفها بعد ما قطعت الكرنب. انا هوريكم دلوقتي الكمية الورق اللي طلعت من الكرنبايه. انا عن نفسي ما اقدرش احكم عليها الا بعد ما اقطع ورقها كله واعرف هي عايزه قد ايه ورق. طبعا الورقه اللي هي بتبقى الزرقاء ديت بنخليها بنقطعها وبنخليها في قاع الحله اللي هنحشي فيها الكرنبايه، وما نخليهاش ورقه واحده كده عشان ما بتشيط. لما تبقى ورقه اللي هي الورقه الزرقاء دي ما بنسيبها في قاع الحله بتشيط، انما ما بتتقطع مكعبات مع العروق وتملي بها الحله من تحت وما بتشيطش ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده الصفه بتاعه الورق هي عملت صفه واحده، فتاخد معايا ربع كيلو. يعني انا بعد الصفات وعلى اساسها بعير الرز. انا ممكن اكون قدمت خطوه الرز على الورق في الفيديو بس، انما في الحقيقه لا. في الحقيقه اللي بنبتدي بيها اللي هي الصلصه الاول نعملها ونسلق الكرنب، وبعدين نقطع الكرنب ونشوف الورق قد ايه، وعلى اساسه انا بعاير الرز. في ناس طبعا بتعمل بالبركه او تعمل كده، ولو حاجه فاض في حاجات تانية بتحشيها وما بيفرقش معاها قوي المقدار. كل العروق بقى كده قطعتها، والورقه الزرقاء جنبتها عشان خاطر ديت اللي هحطها في قاع الحله، والعروق البيضاء برضو ممكن ناخد منها ونحط في قاع الحله او على الوش للناس اللي بتحب تاكلها. افضي بقى الخلطه اللي هي خلطه المحشي في حاجه، واخد الحله اللي انا عملت فيها الصلصه وهبدا احشي فيها، عشان بتبقى واخده طعم ونفس المحشي كله، معمول فيها الصلصه والبصل والبهارات والخضره وكل حاجه،
زي ما انتم شايفين كده، حتى في صلصة على الجناب، فبتبقى واخدة نكهة المحشي كله وبتبقى حلوة. بلف بقى الكرنب وبرصه في الحلة. بصوا احنا بنعمل صف كله مثلا في اتجاه واحد، الصف التاني بنعكس الاتجاه الصف اللي تحته، عشان اما نيجي نهز الحلة كده ونحطها في الصينية ينزل على طول، وعشان كمان تتسوى في المية وكله يشرب. زي ما انتوا شايفين كده خلصت الكرنبايه. هبدأ بقى ايه، هسقيها شوربة مغلية او شوربة سخنة. ما عندناش شوربة ممكن تعملوا مية عليها مكعب مرق، او مية وعليها قطعة مثلا من الدهن وحبة بهارات يغلوا مع بعض، وبعدين بنسقي بيها المحشي. ميزة الشوربة المغلية او المية المغلية ان الرز يطلع مفلفل بقى ومش معجن وما يتهريش. وده شكله بعد ما طلع واستوى. طبعا اول ما بنحطه على البوتاجاز، طبعا بحط شوربه لحد ما ابص بعيني كده اشوف الميه من ما بين سطور المحشي، اول ما المعها مش بغرق المحشي. ده اول حاجه. تاني حاجه، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، بيقعد على نار عاليه لحد ما الميه كلها يشربوا، وبعدين بهدي على نار واطيه، ولو في الشياطه اللي هي بتتحط تحت